سلام بنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سلمى ديليسيا استوس. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم عباره على طريقه باش نحضروا عسل المعسلات كنحتاجو في هذا الشهر الكريم ان شاء الله. اللي يقدر يعني الناس اللي ما كيصدقش ليهم او اللي عمرهم ما جربوا ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه وتصدق معكم من اول مره باذن الله. باش ما نطولش عليكم في الهضره بزاف، غنخليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي 2 قوالب ديال السكر، معاهم ايطرو ونص ديال الماء مبيتاهم من قبل، يعني خديتهم درت لهم الماء وخليتهم كل مره كنقلبهم باش كيذوب. الا استعملتو نتوما مثلا في نفس النهار كتوقفوا القالب ديال السكر، كتغليو ايطرو لاروب، يعني انا نخلي لكم نص المقادير، انا راه هنا مضوب لهم. كتغليو داك الايطرو لاروب بالماء وكتكبوا عليه من الفوق وكتخليوه ينزل كيذوب فيه، وكتبقاو كل مره كتحركوه على ما كيذوب عاد كتستعملوه، يعني حتى كيولي بحال سنيده. هنا عندي 2 حامضات متوسطين اللي مقطعين تقريبا بالسمك ديال نص سنتيم، ضروري تقطعوا بهذا السمك. عطيتكم العبار بالاصبع ديالي ما تخليوهمش رقاق. عندي حامضه صغيره اولا ليمونه صغيره مقطعه. عندي معلقه كبيره ديال الزعتر. عندي عويده القرفه، كتحكموا في الكميه، يعني واخا تزيدوا منها كتعطي نسمه زوينه. عندي 2 باديانات لا اكثر، يعني باديانه واحده في القالب، لانه باديان مجهد الا كثرتوا منه يعطيكم نسمه النافع مجهده في العسل، الا قللتو كيعطي واحد النسمه زوينه. وعندي هنايا المسامر او العويدات ديال القرنفل، تقريبا واحد 12 حبه. هنايا كنخلط جميع المكونات كنضيفهم للسكر. ممكن انكم تخليوه تبيتوه من قبل كيكون احسن، ما كانش ممكن ديروه في نهار وماشي مشكل. صافي غادي نخلط هادشي كامل وغادي نديرو فوق العافيه. في الاول كيف غادي تشوفوا غادي نديرو فوق البوطه، فوق العين اللي غادي تكون عندي كبيره، وغنجهد عليها واحد شويه. وانا كنخلط باش كيذوب السنيده قبل ما تطلع الغليه، يعني انا علاش كندير في العين كبيره غير فقط باش يغلى دغيا. ولكن ضروري مع التحراك خاص ما يبقاش عندنا السكر هكاك حبيبات، خاصو يذوب نحسو به داب. عاد من بعد ملي غطلع فيه الغليه غادي نحولو للعين الصغيره، يعني قبل ما تطلع فيه الكشكوشه البيضاء. في الاول كتكون كشكوشه بيضاء، خاصو يكون السكر عندي داب. من بعد غنحولو للعين الصغيره وغادي نقلل العافيه وغادي نخليه يطيب على عافيه مهيله، ضروري على عافيه مهيله. يعني واخا تكون عندكم طنجره كبيره ما ديروهاش على عين كبيره وتمهلوها وتقولوا راه كبيره، راه مهيله، راه كتبقى مجهده مقارنه مع العافيه المهيله ديال العين الصغيره. وغادي نخليها هنايا كطيب. ممكن تستعملوا سنيده، حتى انا كنستعمل سنيده يعني. ولكن الكميه كتختلف د الماء. عندي كل 2 كيلو ديال سنيده كندير ليها كاس ونص العنبه الماء، ولكن كنديروه من قبل، يعني تقريبا مده خاصو يبقى ديال السنيده حتى وكان كذوب لي في الماء، لانه ملي كتكون كنكبوا عليها هذاك الماء خصنا كل مره نحركوها من التحت، لانه يقدروا يبقاو لكم بلايص اللي ما كيقيسهمش الماء. ضروري تخليوها مده وحتى تبان لكم دابت مزيان، عاد وكان كديروها طيب. هنايا من بعد ما كتبان لكم الكشكوشه بدات كتبدل، اولا كي كتشوفوا هنا اللون تبدل ديال العسل، كنبداو نقلبوا في داك الحامض باش كيطيب لينا على 2 جوايه بحال بحال. داكشي علاش قلت لكم ما تقطعوش رقيق، لانه غيتعسل لكم دغيا، وهو باش كنشدوا القياس ديال طياب العسل، يعني غيتعسل لكم واللي مبتدئ يقدر يحسب لها راه طاب وهو ما طابش. و داكشي علاش كنخليوه غليظ باش كنبقاو كل مره كنقلبوه هو كيعطيكم قياس نيشان ديال العسل. اللي كتشوفوا هنايا ان راه باقي ما طايبش، كنوريكم شكل الحامضه في هذه المرحله باقا ما طايباش. انا فاش غيطيب ليا العسل غادي نزيد ليه، عندي هنايا واحد 5 ديال الحبات ديال المسكه حره مطحونين مع شويه ديال السكر ثقيل، وهنايا 2 الكيسان ديال الماء مع كاس ديال الزهر. كلشي بالعبار ديال العنبه كنسخنهم من قبل ما يكونوش باردين، يعني كيكون سخون وكنخليه حدايا كنتسنى غير كنبان ليا الحامض تعسل مزيان كيف غتشوفوا هنا، يعني الحامضه تعسلات والجلده ديالها حتى هي كتولي قهويه. من بعد عاد نطفيها بهذاك الماء. داكشي علاش في الاول كميه الماء كتكون قليله، حيت انا في الاخر كنزيد نطفيه بالماء.
صافي هنايا من بانت ليا التعسلات الحامضه غادي نزيد لها هذيك المسكه حره، تاكدوا انها حره يعني شريوها بالعبار، ما تشريوش الباكيه اولا اللي كيتباعوا في قريعات كلها مغشوشه. والماء كنزيدو على دفعات وكنبعد وجهي يعني باش ما يطلعش لكم داك الفار، كنزيدو على دفعات لانه غير كتبداو تكبوا الماء الا كبيتوه في دقه واحده غادي تغلي كلها غتطلع الفوق وغتفيض عليكم، كتبان لكم ما كتزيدوا الماء كتبدا تطلع الغليه. صافي كنخلط وكنخليها ترتاح. بالنسبه للناس اللي ما غتستعملوهاش للشباكيه غتستعملوها غير المعسرات مثلا بريوات وداكشي، ممكن ديك الليمونه اللي في الاول درناها تحكوا القشره ديالها، وفي هذه المرحله فاش تزيدوا الماء وتزيدوا مسكه حره تزيدوا حتى دوك قشور الليمون كيلقاو واحد النسمه زوينه. صافي كنتسناها تطلع فيها واحد الغليه تقريبا واحد الخمسة ما بين 5 حتى 10 دقائق، وكنطفي عليها وكنخليها ترتاح حتى الغد ليه يعني من بعد ما غتبرد عاد غنغطي عليها باش ما يرجعش عليها الماء ديال الفار وصافي، وغادي نخليها ترتاح. هنا راه خليتها تقريبا راه يومين ولا 3 ايام يعني راه درتها ونسيتها. عاد زيد صورت لكم النتيجه من بعد كتشوفوا هنا كنت باقا ما مصفيها ما والو وما وقع لها حتى شي حاجه. هنايا الا جاتكم ثقيله فراه ممكن تزيدوا تغليو شويه د الماء وتسخنوها وتضيفوا ليها، جاتكم خفيفه ممكن تزيدوها شويه ديال الطياب يعني ما تخافوش منها. فقط علاش قلت لكم العافيه تكون مهيله لانه باش ما يتحرقش لكم السكر، الا تحرقت صافي راها خسرات. وهذا هو الشكل النهائي ديال العسل من بعد ما صفيتها. غيبان لكم واحد الانقطاعات في العسل هذوك فقط الهواء يعني صفيتها وصورتها لكم في البلاصه ما خليتهاش حتى ترتاح. هذوك الانقطاعات راه غير الهواء كيطلع الفوق وكيطرطقوا وكتبقى العسل صافيه ما كيبقاوش يعني ما تخافوش منهم. هذا هو الشكل ديالها يعني كتجي ما هياش ثقيله بزاف وماشي خفيفه يعني كتستعملوها لجميع المعسلات كيف ما بغيتو ما تخافوش منها. بالنسبه للتوقيت كاين اللي غيفضل يدير طنجره ويقفل ويدير الصفاره راه كتاخذ لكم نفس الوقت يعني بحال طيبتوها قفلتوا عليها ودرتوا الصفاره سواء درتوها بطنجره عاديه. انا كنفضل تخليوها ما ديروش الصفاره باش كتبقى عينكم عليها ما تحرقش لكم. كنتمنى انني نكون خليت لكم جميع النصائح باش انه تصدق معكم العسل اللي كنتو تجربوها اول مره. الا نسيت شي حاجه ولا كان عندكم اي تساؤل فما عليكم غير تخليوه لي وانا ان شاء الله غنجاوبكم في لي كومونتير. كنشكركم بزاف على الوفاء ديالكم للقناه وعلى التشجيعات ديالكم الدائمه ليا، وكنرحب بالناس الجدد اللي عاد انضمت حتى هي للمجموعه ان شاء الله. كنتمنى انكم تستافدوا معايا. والناس اللي اول مره تشوف الفيديو الا بغيتوا توصلوا دائما بالجديد فكنقول لكم ما عليكم الا تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الابوني. ومن هنا الفيديو الجاي غادي نخلي لكم راحه البال. عواشركم مبروكه ومع السلامه.